طيب كيف ممكن لمشروع إنه ما يكون مجرد وسيلة للربح ويتحول لإرث حقيقي؟ اليوم رح نتكلم عن رؤية ملهمة جدا، رؤية هدفها بناء أثر دائم في وطننا، رؤية أساسها الهدف والعمل الجماعي. خلونا نبدأ ونشوف. كل شيء، كل القصة تبدأ من هنا، من هذه الجملة المحورية: نحن اليوم لا نبني مشروعا فحسب، بل نبني أثرا في وطننا. هذه مش مجرد كلمات، لا، هذه إعلان مهمة أكبر بكثير من أي أهداف تجارية عادية، وهي اللي تضع حجر الأساس لكل شيء جاي بعدها. وهذا بيأخذنا لأول مبدأ: ترك بصمة في وطننا. الفكرة هنا أعمق من مكاسب سريعة أو أرباح مؤقتة. الكلام هنا عن وضع أساس لإرث يدوم، شيء له معنى حقيقي يستمر من جيل لجيل. وهذه الرؤية الكبيرة بتعتمد على 3 ركائز أساسية تكمل بعضها. الأولى، إننا نترك بصمة إيجابية يتذكرها الناس بالخير. الثانية، إننا نضمن مصدر دخل آمن لأنفسنا. والثالثة والأهم، إننا نؤمن مستقبل أولادنا. شوفوا كيف هي حلقة متصلة، تبدأ بالوطن وتنتهي في قلب كل أسرة. لكن الإرث هذا ما ينبني بالأهداف المادية وبس. المشروع أكبر من كده بكثير، لدرجة إنه يحمل رسالة أمل وكرامة. وهذه هي المهمة الاجتماعية، هي الروح الحقيقية اللي تحرك كل هذا العمل. وهنا بالضبط نشوف التحول الجذري في طريقة التفكير. الموضوع ما عاد مجرد بزنس أو آلية للربح، لا، تحول لمنصة توصل رسالة لها معنى، رسالة فعلا قادرة تحدث تغيير حقيقي في المجتمع. طيب إيش هي هذه الرسالة؟ هي رسالة لها عدة أوجه. أولاً، هي أمل للي فقد وظيفته. ثانياً، هي فرصة للي يبحث عن حياة كريمة. وثالثاً، هي طريق خير للي يطمح إنه يغير حياة غيره للأفضل. يعني باختصار، هي هدف اجتماعي نبيل من الطراز الأول. لكن السؤال المهم: كيف ممكن نحقق هذه الرؤية الكبيرة والطموحة؟ الجواب بسيط وواضح، يكمن في قوة الفريق الواحد. لأنه ببساطة الجهد الجماعي المنظم هو الطريق الوحيد لتحقيق أشياء عظيمة واستثنائية. والمبدأ الأساسي هون ما عليه غبار. المشاريع العظيمة لا تقوم على الأفراد، بل على التكاتف. النجاح الحقيقي ما يجي من شخص واحد عبقري يشتغل لحاله، لا، النجاح يولد من التلاحم ومن قوة الشغل مع بعض. لكن إيش هو التكاتف اللي نتكلم عنه؟ الموضوع أكبر من مجرد عمل جماعي، هو مزيج من 3 أشياء أساسية. أولاً، قلوب مؤمنة بالفكرة. ثانياً، عقول تشتغل بإخلاص وصدق. وثالثاً، أيادي تساند بعضها، مش بس في النجاح، لا، الأهم في التحديات. هذا هو جوهر الفريق الحقيقي. وفلسفة الفريق هذه تتلخص في جملة بسيطة بس عميقة جدا: نختلف لنتكامل لا لنتفرق. يعني الاختلافات اللي بيننا مش سبب الخلاف أبدا، بالعكس هي مصدر قوتنا، هي اللي بتخلينا نكمل بعض ونبني كيان واحد متكامل وأقوى بكثير. كل هذا يقودنا لنتخيل المستقبل. حين ننجح جميعا. هنا التركيز كله على النتيجة النهائية لهذا الجهد الجماعي. النجاح ما هو شيء فردي أبدا، هو تجربة مشتركة ومكسب للكل. وأساس هذا النجاح المشترك هو مبدأ واضح: يجب أن يكون هدفنا أكبر من مصالحنا الفردية. لأنه فقط لما يكون الهدف أسمى من طموحاتنا الشخصية يتحول لقوة حقيقية توحدنا وتدفعنا كلنا لقدام. وهذه المقولة بالذات تلخص جوهر الفكرة العاطفية كله. في حين ينجح المشروع ننجح جميعا، وحين نكبر معا. هذه رؤية للنمو المشترك والمصير الواحد. نجاح كل واحد فينا مرتبط بنجاح الفريق كله. والآن خلونا ننتقل من الرؤية الكبيرة هذه للمستوى الشخصي. يداً بيد نصنع المستقبل. كيف ممكن كل شخص فينا يساهم بشكل حقيقي في تحقيق هذه الرؤية العظيمة؟ وهنا النقطة الحاسمة: كل واحد فينا له دور، ما فيه مساهمة صغيرة أو غير مهمة. كل شخص هو حجر زاوية في هذه الرحلة، ومشاركته ضرورية وما نستغني عنها أبداً. طيب كيف شكل هذا الدور على أرض الواقع؟ هو يتلخص في 4 ركائز. يبدأ بكلمة صادقة تبني الثقة، وبعدها خطوة جدية تحول الكلام لواقع، ويدعمها السند المستمر يضمن إننا ما نوقف، ويتوجه الثبات عند أول عقبة، وهنا يظهر المعدن الحقيقي للفريق. بعد كل اللي قلناه نوصل لسؤال جوهري يلخص كل التحدي اللي قدامنا. إذن ما الذي يتطلبه الأمر لصنع مستقبل أفضل؟ والجواب بسيط جدا وقوي جدا ويوحدنا كلنا يدا بيد.
هذه هي الخلاصة. المستقبل الأفضل ما يصنعه شخص واحد، بل يصنعه التكاتف والعمل المشترك. ونختم كلامنا بهذه العبارة المليئة بالأمل: والقادم بإذن الله أجمل. ما دمنا معا. هذه رسالة قوية تقول إن الوحدة مش مجرد وسيلة عشان نوصل لهدف، لا، هي الضمان الحقيقي لمستقبل أجمل وأكثر إشراقا للجميع.